المنتخب المغربي لا يعرف منتخب صغير ولا كبير، المنتخب المغربي لا يعرف منتخب عنده نجوم ولا ما يمتلكش نجوم، المنتخب المغربي يعرف حاجة واحدة، انه هو يفوز في المباراة ويسيطر على المباراة ويطلع بالثلاث نقاط. نعم الشوط الاول من اسوأ الاشواط للمنتخب المغربي في مونديال 2026، لكن المدرب تدارك الخطأ وصلح الخطأ في الشوط الثاني، وبدليل على ان المنتخب المغربي قلب النتيجة 4-2. يصبح ثاني منتخب افريقي يسجل 4 اهداف في تاريخ كاس العالم بعد الجزائر ضد كوريا الجنوبيه في عام 2014. ناوي ترد لديارك، مش ناوي تعود امجادك، مش ناوي انك انت تكتب التاريخ مره اخرى مع نادي ريال مدريد. الله تبارك الرحمن، هجوم تلقاه، دفاع تلقاه في جميع انحاء الملعب. اشرف حكيمي متواجد، اشرف حكيمي اليوم بالطول والعرض مسيطر على الملعب. الله اللي سامح اللي خلاك تطلع من نادي ريال مدريد. جوهره كيف هذه ريال مدريد يفرط فيها ويطلقها ويخليها تعدي لاي نادي اخر. اقسم بالله العظيم خسرنا افضل ظهير في العالم حاليا. لسوء الحظ كنا نتمنى ان المنتخب المغربي يصعد كترتيب اول في المجموعه، لكن للاسف المنتخب البرازيلي يفوز على ايسلندا بنتيجه 3-0 ويصعد كترتيب اول في المجموعه. الف الف مبروك للشعب المغربي بالكامل، اقسم بالله العظيم افضل منتخب عربي الى الان في مونديال 2026، وديما مغرب، واكيد القادم افضل باذن الله.